مرحبا. 90% من يشاهدون فيديوهاتنا لم يشتركوا في قناتنا. دعمكم يساعدنا لنواصل تقديم كل جديد لكم، لذلك اشتركوا في القناة وشارك الفيديو مع الأصدقاء. هيا بنا. في عصر يسوده الضجيج والتوتر، يأتي كتاب توقف عن التفكير الزائد، 23 تقنية لتخفيف التوتر وإيقاف الدوامات السلبية وتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر، ليقدم ملاذاً آمناً لمن يغرقون في بحر أفكارهم. يتناول هذا الكتاب المشكلة المتزايدة للتفكير المفرط، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في عالمنا الحديث المليء بالتحديات والتغيرات المستمرة. يستكشف الكتاب بلغة بسيطة ومباشرة الأسباب الكامنة وراء التفكير الزائد، وكيف يمكن أن يؤثر سلباً على حياتنا اليومية. من خلال تقديم 23 تقنية عملية، يرشدنا ترينتون خطوة بخطوة نحو فهم أعمق لعقولنا وكيفية التحكم في تيارات الأفكار اللانهائية التي قد تسيطر علينا. يتميز الكتاب بنهجه الشامل الذي يجمع بين النصائح العملية والاستراتيجيات النفسية، مما يجعله مصدراً قيماً لكل من يبحث عن سبل لتحقيق السلام الداخلي وتحسين التركيز في حياته. توقف عن التفكير الزائد ليس مجرد كتاب، بل هو دليل حياة لمواجهة تحديات العقل الحديثة، مقدماً للقارئ أدوات قوية لبناء ذهن أكثر صفاءً وتركيزاً. الجزء الأول يتحدث عن استكشاف جذور التفكير الزائد في كتابه توقف عن التفكير الزائد، 23 تقنية لتخفيف التوتر وإيقاف الدوامات السلبية وتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر. يغوص المؤلف نيك ترينتون بعمق في ظاهرة التفكير الزائد، مقدماً استكشافاً غنياً لأسبابه وتأثيراته. يبدأ ترينتون بتعريف التفكير الزائد على أنه ليس مجرد زيادة عرضية في التفكير، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العقلية والأداء اليومي. ويؤكد على أن فهم جذور التفكير الزائد أمر حاسم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهته. يفتتح الكتاب بقصص وأمثلة واقعية توضح كيف يبدأ التفكير الزائد عادة كبذرة صغيرة من الشك أو القلق، ويمكن أن ينمو سريعاً إلى غابة كثيفة من الأفكار. يشير ترينتون إلى أن التفكير الزائد يثار عادة بالتوتر والقلق وعدم اليقين في الحياة. يصف ببراعة سيناريوهات يقع فيها المفكرون المفرطون في حلقة من تحليل الأفعال الماضية أو القلق بشأن نتائج المستقبل، مما يؤدي إلى حالة من الشلل الذهني، حيث يصبح اتخاذ القرارات مهمة شاقة. من الرؤى الرئيسية التي يقدمها ترينتون هي مفهوم العقل كآلة نشطة تحاول إيجاد حلول وتوقع المشاكل. هذه النزعة الطبيعية مفيدة في بعض السياقات، يمكن أن تؤدي إلى التفكير المفرط والقلق عندما لا يتم ضبطها. يستشهد بأبحاث نفسية لشرح كيف يمكن لعملياتنا المعرفية، وخاصة ميلنا إلى البحث عن الأنماط والمعاني في كل شيء، أن تغذي دورة التفكير الزائد. كما يستكشف الكتاب تأثير العوامل البيئية مثل الضغوط الاجتماعية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي غالباً ما تفاقم من ميولنا للتفكير الزائد. يبرز ترينتون كيف يؤدي القصف المستمر بالمعلومات والحاجة لتقديم حياة مثالية عبر الإنترنت إلى التحليل الذاتي المستمر والمقارنة، مما يغذي عادة التفكير الزائد. في الختام، يقدم ترينتون في استكشافه لجذور التفكير الزائد فهماً شاملاً للأسباب التي تجعلنا نقع في هذا المصيدة العقلية. من خلال تقديم أمثلة واقعية وربطها بالنظريات النفسية، يضع أساساً متيناً لبقية الكتاب، حيث يقدم تقنيات عملية للتحرر من دائرة التفكير الزائد. هذا القسم لا يسلط الضوء على أسباب التفكير الزائد فحسب، بل يعد القراء أيضاً لرحلة التغلب عليه، مما يجعله جزءاً حيوياً من النهج الشامل للكتاب للرفاهية العقلية. الجزء الثاني يتحدث عن التقنيات المتقدمة لليقظة الذهنية. يقدم كتاب توقف عن التفكير الزائد، 23 تقنية لتخفيف التوتر وإيقاف الدوامات السلبية وتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر، للمؤلف نيك ترينتون. مجموعة غنية من تقنيات اليقظة الذهنية المصممة لمساعدة الأفراد على البقاء متجذرين في اللحظة الحالية وتقليل تدفق الأفكار المستمر. يعد هذا القسم من الكتاب مهماً بشكل خاص، حيث يتعمق في مختلف تقنيات اليقظة الذهنية، مؤكداً على أهميتها في كبح جماح التفكير المفرط. يبدأ ترينتون بتسليط الضوء على التحدي الشائع الذي يواجه الكثيرين: الثرثرة المستمرة للعقل. يشبه العقل بالمحيط الهائج، حيث تعد الأفكار موجات تتصادم باستمرار على شواطئ وعينا. الحل الذي يقترحه هو اليقظة الذهنية،
حالة من الانتباه النشط والمفتوح للحظة الحالية. يؤكد على أن اليقظة الذهنية لا تتعلق بإيقاف الأفكار تماماً، بل بمراقبتها دون حكم والسماح لها بالمرور، مثل السحب في السماء. يشارك ترينتون إحدى القصص المؤثرة عن امرأة تشعر بالإرهاق بسبب مسؤولياتها الوظيفية والعائلية. تجد نفسها في حالة تخطيط وقلق وتفكير مفرط، غير قادرة على الاستمتاع بلحظات الحاضر مع عائلتها. من خلال ممارسة اليقظة الذهنية، وخاصة التركيز على التنفس والمشي بتمعن، تتعلم كيف ترسخ نفسها في الوقت الحالي. لا يقتصر تأثير ذلك على تقليل التوتر لديها فحسب، بل يعزز أيضاً تقديرها لمتع الحياة البسيطة. يوجه الكتاب القارئ بعد ذلك عبر مجموعة متنوعة من تمارين اليقظة الذهنية العملية. تشمل هذه تقنيات التنفس المركز، حيث يعلم ترينتون كيفية استخدام التنفس كمرساة للحظة الحالية. كما يقدم مفهوم فحص الجسم، داعياً القارئ إلى تحريك وعيه ببطء وانتباه عبر أجزاء مختلفة من الجسم. يوضح هذه التقنية، مشيراً إلى أنها تعزز الاتصال الأعمق بالذات، وتقطع دورة التفكير المفرط. تقنية أخرى يتناولها الكتاب هي الملاحظة بتمعن. يقترح ترينتون اختيار أحد العناصر الطبيعية وتركيز كل الانتباه عليه، ملاحظة شكله ولونه وملمسه وغيرها من الخصائص. يوضح أن هذا التمرين يمكن أن يغير من أنماط التفكير المعتادة، ويجلب شعوراً بالهدوء والتركيز. كما يتطرق إلى ممارسة الاستماع بتمعن، إعطاء كامل الانتباه للأصوات، سواء كانت موسيقى أو أصوات الطبيعة أو حتى ضجيج الحياة المدنية. يصف كيف يمكن لهذه الممارسة فتح بعد جديد من التجارب، مرسخاً الفرد في غنى اللحظة الحالية. في نهاية هذا القسم، يكرر ترينتون القوة التحويلية لليقظة الذهنية في كسر عادة التفكير المفرط. يشجع القراء على دمج هذه الممارسات في روتينهم اليومي، سواء كان ذلك من خلال جلسات التأمل الرسمية أو الممارسات غير الرسمية مثل الأكل أو المشي بتمعن. الرسالة الرئيسية واضحة: اليقظة الذهنية ليست مجرد تقنية، إنها أسلوب حياة يمكننا من خلاله تقبل الحاضر والعيش بشكل أكثر اكتمالاً. باختصار، يعتبر هذا الجزء من توقف عن التفكير الزائد دليلاً شاملاً لتقنيات اليقظة الذهنية، مقدماً للقراء طريقاً نحو الهدوء وملاذاً من تيار الأفكار المستمر. من خلال القصص الحية والتعليمات الواضحة والعملية، يمكن ترينتون القراء من استعادة عقولهم والاستمتاع بغنى الحياة في الحاضر. الجزء الثالث يتحدث عن تقنيات معرفية لتغيير الأفكار السلبية في كتاب توقف عن التفكير الزائد: 23 تقنية لتخفيف التوتر وإيقاف الدوامات السلبية وتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر. يتعمق المؤلف نيك ترينتون في استخدام تقنيات معرفية فعالة تهدف إلى تحدي وتغيير الأفكار السلبية التي غالباً ما تؤدي إلى التفكير المفرط. هذا الجزء من الكتاب حيوي للغاية، حيث يتناول جوهر مشكلة التفكير الزائد، أنماط الفكر لدينا. يبدأ ترينتون بشرح مفهوم التشوهات المعرفية، وهي الأفكار الغير عقلانية أو المبالغ فيها التي تشوه الواقع. يستخدم قصص جذابة لتوضيح التشوهات المعرفية الشائعة، مثل التفكير الأسود والأبيض والتعميم المفرط والتهويل. كل قصة تجد صدى لدى القارئ، مما يجعل المفاهيم سهلة الفهم والتعلق بها. على سبيل المثال، يروي قصة مهنية شابة تعاني باستمرار من التهويل حول أدائها في العمل، مما يؤدي بها إلى حالة من القلق وعدم الثقة بالنفس. لمواجهة هذه التشوهات، يقدم ترينتون تقنية إعادة الهيكلة المعرفية. تتضمن هذه الطريقة تحديد ومواجهة الأفكار الغير عقلانية واستبدالها بأخرى أكثر واقعية وتوازن. يرشد القراء خلال هذه العملية خطوة بخطوة، مقدماً تمارين عملية تشجع على التفكير الناقد والتأمل الذاتي. أحد التمارين الفعالة يتضمن تدوين الأفكار السلبية ومناقشة صحتها ومنطقيتها بنظام، وهي طريقة أثبتت فعاليتها في تقليل شدة وتكرار الأفكار السلبية. تقنية أخرى يبرزها الكتاب هي استخدام التأكيدات والحديث الذاتي الإيجابي. يؤكد ترينتون على قوة اللغة وكيف يمكن للتأكيدات الإيجابية أن تخلق تحولاً في طريقة تفكيرنا. يقدم أمثلة على التأكيدات التي يمكن استخدامها في الحياة اليومية لمواجهة التفكير السلبي، مثل: أنا قادر على التعامل مع التحديات، أو أختار التركيز على ما يمكنني التحكم به. يتطرق الكتاب أيضاً إلى أهمية تبني منظورات مختلفة. يوضح ترينتون كيف يمكن أن يؤدي النظر إلى الأمور من زوايا متعددة إلى فهم أكثر توازناً وتقليل الميل إلى الاستنتاجات السلبية. يتضمن سيناريوهات واقعية
حيث ساعد تبني منظورات مختلفة الأفراد على رؤية المواقف بضوء جديد، مما يقلل من تفكيرهم المفرط. باختصار، يقدم هذا الجزء من كتابي توقف عن التفكير الزائد غوصاً عميقاً في التقنيات المعرفية، مزوداً القراء باستراتيجيات فعالة لتحدي وتغيير أنماط الأفكار السلبية. من خلال القصص المقنعة والتمارين العملية، يمنح ترينتون القراء الأدوات اللازمة لتحويل تفكيرهم، ممكنين إياهم من التحرر من قيود التفكير الزائد وعيش حياة أكثر توازناً وإيجابية. الجزء الرابع يتحدث عن التغلب على التوتر والعواطف. استراتيجيات في كتابه توقف عن التفكير الزائد: 23 تقنية لتخفيف التوتر وإيقاف الدوامات السلبية وتصفية ذهنك والتركيز على الحاضر. يتناول المؤلف نيك ترينتون ببراعة موضوع إدارة التوتر والعواطف، وهما من العوامل الرئيسية التي تساهم في التفكير المفرط. يعد هذا الجزء من الكتاب مهماً بشكل خاص لأنه يتناول كيف يمكن للتوتر والعواطف غير المدارة أن تغذي دورة الأفكار المفرطة، مقدماً للقراء استراتيجيات عملية وذات صلة للتعامل مع هذه التحديات. يبدأ ترينتون بالغوص في العلاقة المعقدة بين التوتر والعواطف والتفكير المفرط. يوضح كيف يعمل التوتر كمحفز للتفكير المفرط، مما يؤدي إلى سلسلة من العواطف والأفكار السلبية. يتضمن الكتاب قصصاً مشوقة، مثل قصة رجل في منتصف العمر يكافح مع الضغوط المرتبطة بالعمل، مما يقوده إلى حالة مستمرة من القلق والتحليل المفرط. تساعد هذه الأمثلة القراء على رؤية تأثيرات التوتر الملموسة على العقل. واحدة من التقنيات الأساسية التي يقدمها ترينتون لإدارة التوتر هي ممارسة الاسترخاء الذهني. يوجه القراء من خلال طرق مختلفة للاسترخاء، بما في ذلك تمارين التنفس العميق والاسترخاء التدريجي للعضلات. تهدف هذه التقنيات إلى تقليل الأعراض الجسدية للتوتر، مما يقطع حلقة التغذية الراجعة التي تزيد من التفكير المفرط. بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء، يؤكد ترينتون على أهمية الوعي العاطفي وتنظيم العواطف. يشرح كيف يمكن أن يكون تحديد والاعتراف بالعواطف خطوة قوية في إدارتها بفعالية. يقدم الكتاب تمارين عملية للوعي العاطفي، مثل كتابة يوميات والتساؤل التأملي، مما يساعد القراء على فهم أسباب توترهم وردود أفعالهم العاطفية. استراتيجية مهمة أخرى يناقشها الكتاب هي مفهوم التباعد العاطفي. يعلم ترينتون القراء كيفية إنشاء مساحة ذهنية بينهم وبين عواطفهم، مما يمكنهم من مراقبة مشاعرهم دون أن يغمرهم ذلك. يتم توضيح هذه التقنية من خلال قصة شابة تعلمت كيف تفصل بين إحساسها بالذات وقلقها، مما يؤدي إلى نهج أكثر توازناً وعقلانية في مواجهة تحدياتها. كما يتطرق ترينتون إلى دور الأنشطة الإيجابية والهوايات في إدارة التوتر والعواطف. يبرز كيف يمكن للمشاركة في أنشطة تجلب الفرح والاسترخاء أن تعمل كموازنة للتوتر والتفكير السلبي. يشارك الكتاب أمثلة على أشخاص نجحوا في دمج أنشطة مثل البوسطنة أو الرسم أو العزف على آلة موسيقية في روتينهم، مظهراً القيمة العلاجية لمثل هذه المساعي. في الختام، يقدم هذا الجزء من كتاب توقف عن التفكير الزائد دليلاً شاملاً حول كيفية إدارة التوتر والعواطف بفعالية، وهما في صميم التفكير المفرط. من خلال دمج الفهم النظري والتطبيقات العملية، يقدم ترينتون للقراء أدوات قيمة لكسر دورة التوتر المؤدي للتفكير المفرط. توفر القصص والتمارين الموجودة في الكتاب تعليماً وتمكيناً للقراء للسيطرة على رفاههم العقلي، ممهدة الطريق لحياة أكثر هدوءاً وتركيزاً.